مساء الخير واهلا وسهلا بكم. واليوم راح نسوي تفريزات شهر رمضان، كوبة حلب او كوبة التمن. فقبل لا نبدي خلوا لايك ويلا بينا نشوف الطريقة. وهسه هنا بديت اسوي بالكوبة. شوفوا اول بداية هنا تمن عنبر غسلته بشكل كامل تقريبا 3 مرات 4، ضفت له مي بحيث يعني المي كمية مضاعفة، وضفت له ملح وكركم فقط. وهسه راح اتركه الى ان يستوي الحباية، يعني من الزمها تنمرد، يعني نذوقها مستوية. هنا عندي لحم طبعا لان جامد فخليت له كمية بسيطة من المي حتى شنو يفك. واكيد بعد ما يفك اللحم ويذبل عندي اضيف له البصل راح اثرمه بمحضرة الطعام ثرم ناعم. بعد ما نشف عندي مي اللحم كله ابدي اضيف كمية بصل قد كمية اللحم بهذا الشكل، لان هو هسه هذا البصل كله راح ينشف عندي وما راح يبقى. فيعني من يذبل ما دام احنا ثارميه ناعم فكله راح يذبل، وابد بعد ما يبين يبقى بس اللحم. وطبعا ما ضفت لا زيت ولا دهن ولا اي شيء، اعتمدت على الدهن اللي موجود باللحم. فهسه عندي التمن تقريبا استوى، راح ابدي اصفي من المي كله الزايد بحيث يعني ما ابقي بمي نهائيا بالمصفي. فشوفوا على هذا الشكل، يعني هسه حباية التمن مستوية، اذا اضغط عليها تنمرد بس شنو بيها قوة، يعني مستوية بس قوية بعد هي. المهم هسه اصفيه من كل المي بحيث اخليه ينشف، وبعدها ابدي اثرمه يا اما بمحضرة الطعام يا اما بالمثرامة، يعني مثرامة اللحم، او بالمهراسة مال البوتيتا تهرسوا، يعني باي طريقة تعجنوا بايدكم وبكيفكم. وهسه بعد ما انحمس تقريبا يعني اللحم ويا البصل راح ابدي اضيف ملح، واضيف فلفل اسود ينطي طعمها كلش طيب للكبة، واكيد بهارات مشكلة، واذا عندكم بهارات كبة ضيفوا بهارات كبة، وزنجبيل مطحون اللي هو العرق الحار. راح ابدي اهرس التمن مثل ما تشوفون، يعني هو مستوي بس كل حباية واحد. ويفضل دائما يعني بالكبة التمن انه نستخدم التمن العنبر. اول شي بينشا زيادة وطعمه كلش طيب، يصير بالكبة خرافي. وبهذه المهراسة مال البوتيتا انا بديت اهرس التمن. ممكن انه تهرسوه قلت لكم يعني بمحضرة الطعام او بمثرامة اللحم بكيفكم، وهو حار هرسوه يعني عجنوه حتى ينعجن بسهولة عندكم. اما طريقة اللفة بكيفكم، تحبوها بشكل دائري او اللي يكون مستطيل مدبب براحتكم. افتح العجينة التمن بشكل رقيق وبعدها احشيها باللحم وابدي على هذا الشكل، يعني اغطيها او اغلفها من كل الجهات، وابدي براحة ايدي اضغط عليها الى ان تتكبكب عندنا او تصير بالشكل الدائري. طبعا اكيد طريقة كبة التمن كلش سهلة وبنفس الوقت كلش طيبة، وتفيدنا هواي بشهر رمضان خاصة بالسحور، او اذا اجانا خطار نقدر نطلع من عندها قسم ونقضي ويا سفرة رمضان. كلش أنا أحب الكبة وأفرزها، وإن شاء الله بدي أنزل لكم سلسلة تفريزات. هم سويت كباب عروق تفريز، هواي شغلات بقوليات تفريز. فإذا تحبون اكتبوا لي شنو الشيء اللي تردون أنزله لكم بالبداية وتأمرون أمر. وبعد هنا قضيت تجربة 4 كوبايات حتى تشوفون شكلها قدامكم مقرمشة، والداخل تكون طرية والطعم يا سلام تخبل
كلش طيبة. فأنصحكم إنه تجربون طريقتها، وإذا سويتوها دزوا لي تطبيقاتكم على الانستغرام أو على الفيسبوك، موجود بصندوق الوصف بقناتي. وهذه المجموعة الأولى من الكبة فرزتها، وهسه بديت ألف المجموعة الثانية. وشوفوا هذا الشكل الثاني من الكبة يكون المدبب بهذا الشكل، بس احنا بالبيت نحب الشكل الدائري فدائما اسوي. فبنات بين طبقة وطبقة من الكبة اخلي كيس نايلون غذائي او اي علاقة موجودة عندكم بهذا الشكل حتى ما تلزق الكبة شيء بشيء. وهذا شكلها النهائي لكبتنا لهذا اليوم. ان شاء الله عجبتكم ونالت رضاكم، واقول لكم